بين لعيبه الاتحاد وبين لعيبه النصر. هذا اللي عتاب اخوي استاذ محمد. نعم عتاب اخوي. نعم تخلل اعتذار متبادل. ابو سليمان. طبعا انا لا اريد ان ادخل مع محمد السويلم في اي نقاش. من كلامه هو الان انه اللي راحوا منهم طبعا خالد عزيز ومالك معاذ وسعود حمود. اذا انا غلطان ممكن تصحح لي يا اخوي محمد. هذول الان راحوا هم هذول. ابو سليمان لا تحول الموضوع اطلاقا. انت تكلمت تحديدا انه محمد السويلم قام لعيبه النصر بتوجيه اللاعبين واخذهم. طيب انا باخذ كلامك الان. ابو سليمان انا باخذ كلامك زي ما هو. دقيقه ابو سليمان. تفضل. لم يحدث هذا الامر اطلاقا ولم يكن هناك توجيه رسمي من جهه معنيه رسميه وتحديدا شخصي المتواضع خلاص كمدير عام لكرة القدم بأن قمت بتوجيه اللاعبين اطلاقا. لم يكن هو تصرف فردي من اللاعبين. انا وجهة نظري الشخصية كرجل يعني انفرد برأي شخصي، انا اعتقد انه في قمة المثالية وهو خلق محمود، ولكن نحن نتكلم ابو سليمان على نقطة محددة وانك ذكرت عبر منبر محترم في برنامج خط الستة انه انا من اخذ اللاعبين. انا كل اعتراضي حقيقة انه على هذه المفردة اللي انت ذكرتها انا اسحبها. انا اطالب هذا المنبر الكبير، معلش اسمح لي ابو سليمان، اطالب هذا المنبر الكبير بأن تثبت تلك الكلمة وذلك التصرف من خلال تصريحك وكلامك عندما قلت أنه خرج واعترف بذلك في القناة السعودية. يا أخي سمعنا الكلام لا تكرر. هذا الأمر إطلاقا لم يحدث أبدا. لم يحدث. أنا أسحب الكلمة إطلاقا. طيب دقيقة اسمعني. لم يحدث. أنا أسحب الكلمة واعتذر منها. الآن حدث ما هو أفظع. مدير عام الكرة في نادي النصر 3 لاعبين يذهبون لغرفة نادي آخر بدون إذنه. هذه نقطة. الآن ما يقدر يغير كلامه. راحوا اللعيبة بدون إذن محمد السويلم. هذا أترك الموضوع لجمهور النصر. 2 من اللي راح خالد عزيز، مالك معاذ وسعود حمود. هل سوء الظن عندك يا محمد السويلم؟ خلينا من سعود حمود صغير في السن وصار في مشاكل في الملعب، لكن مالك معاذ، خالد عزيز، هل هذول رايحين يضاربون في غرفة الاتحاد؟ نحن مسلطين استاذ العزيز كبشر نصيب ونخطئ، وانما من حكم وجودي كمسؤول معني في الاداره العامه لكره القدم لم اتواجد للتنظير ولا للمظهره. انا تكلمت وتواجدت بحكم مسؤوليتي للحاق باللاعبين لانه نظل بشر، والمرحله كانت مرحله يعني قريبه جدا من نهايه المباراه. فانا تداركا لامر قد يحدث اثق في اخلاقيات اللاعبين جدا، احترم تصرفهم جدا، احترم كذلك ايضا العلاقه القويه جدا ما بين اللاعبين من خلال علاقتهم الاخويه وتمثيلهم للمنتخبات الوطنيه، احترم ايضا اللاعبين بحكم انتمائهم لانديه كبيره تمثل جانب مهم جدا وهو نادي النصر نادي الاتحاد. كل ما اتمنى الا تقحم استاذ العزيز اسماء اشخاص تواجدوا للعمل في نادي النصر لايجاده بصوره اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا من خلالها حتى نقدم رسالة فعلا تمثل إضافة كما مثل لنا نادي النصر إضافة وإضافة كبيرة جدا. أبو سليمان. لا تعليق. استاذي ما علي، يعني كان من حقك انك توجه يعني توضح وجهة نظرك، وهذا يعني البرنامج قايم على هذا الشيء، وجهة نظر يعني مضادة. عموما وجهت يعني وضحت وجهة نظرك، لكن خلني ادخل وياك في موضوع اخر وبعيد طبعا عن النصر ومشاكل. اولا انا لا احسدك انك تكون مدير عام الكرة في نادي النصر بالظروف اللي مر بها نادي النصر، لكن اتحدث الان عن قرعة كاس الملك. النصر عليه مواجهة الشباب، كيف ترى هذه المواجهة؟ لا شك أن أتكلم عن ناديين كبيرين وطموح متبادل من كلا الفريقين. نحترم ونقدر ونجل كذلك فريق مثل فريق الشباب بطل للدوري لهذا العام. أنا أعتقد أنه فريق النصر يملك الرغبة بالتواجد في البطولة الأخيرة اللي تعتبر هي البطولة الأهم بوجه مختلف، وأعتقد أن العمل قائم على فعلا إيجاد الفريق بطريقة أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تتوافق مع اسم النادي وتاريخه من خلال هذه البطولة الغالية على المجتمع السعودي بشكل عام. جميل وربي يوفقكم ووفق الجميع. لكن يعني بكرر كلمتي، ما اعتقد انك يعني اكثر مدير كرة محظوظ في العالم
في هذه الظروف اللي مر بها النصر؟ انا ابو زايد، انا اعتقد انا ممكن اختلف معاك انه احنا ما وجدنا في النادي في هذه المرحله الا لعمل ما يولي علينا حقيقه من خلال انتمائنا، واللي يعلم يقينا ابو سليمان تحديدا. الامر الاخر انا اعتقد اني محظوظ جدا بانتمائي لفريق يحمل اسم وتاريخ كبير جدا، ولكن هي كبوة جواد، وباذن الله تعالى سنفرح قريبا باذن الله تعالى بعوده النصر كما كان افضل من ذلك. يعني طولت كبوة الجواد هذه، لكن فعلا عندك امل ان يعود النصر مره اخرى؟ نعم، انا لا زلت دائما طبعي التفاؤل والامل من خلال حقيقه انتمائنا الى نادي يمثل جانب كبير جدا لمحمد السويلم ولكل من ينتمي لهذا الكيان، واحد هؤلاء هو ابو سليمان. هل ترى يا سيدي ان يعني الامل هذا والتفاؤل هذا اللي من خلال خطة عمل موجودة، من خلال تلاحم الإدارة وأعضاء الشرف، من خلال تلاحم الجماهير والإدارة، يعني ما أدري وين يا أبو سليمان؟ لا شك هي ثقافة موجودة. أنا أتكلم عن شخصي، هو تفاؤل أنا استقيته حقيقة من خلال هذا الجمهور الوفي والمخلص جدا لهذا الكيان الكبير. نعمل بجد وإخلاص، مصنفين نحن كبشر نصيب ونخطئ، وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نحن نجتهد ونعمل ونفعل الأسباب، وأنا أعتقد أنه الله سبحانه وتعالى عدل ولن يضيع أجر من أحسن عمل. أستاذ محمد سويلم، مدير عام فريق النصر لكرة القدم، شكرا جزيلا لك وأشكرك على مداخلتك في الواقع.